ميناء كازا 1936. كانت عندي 28 عام وراكب في واحد الباطو غادي بيا لفرنسا. كل ما داك الباطو كيبعد كتبان ليا المدينة اللي كبرت فيها كلها بيضا غادي وكتصغر حتى لواحد الساعة غبرات من الأفق، وبقيت كنشوف غير الأمواج ديال المحيط. كانت آخر مرة غنشوف مدينة كازابلانكا. هداك النهار كان مشمس بزاف، وكاع المسافرين كانوا خارجين في الباطو كيستمتعوا بالجو. ما كانوش في الكابين. حدايا كان واحد الراجل ومرتو كبار في السن، تكون عندهم شي 75 عام. هما اللي كنت مسافر معاهم. الراجل سميتو كلود ومرتو سميتها ايزابيل. تعرفت عليهم في المغرب وخدمت معاهم 8 سنين مني كانت عندي 20 عام، ووليت بحال ولدهم. فرنسا كانت عندهم واحد الفيرما صغيرة جات في واحد الفيلاج سميتو سان ايبر. هاد الفيلاج قريب للحدود الألمانية، وكلود ومرتو بغاو يدوزو التقاعد ديالهم في ديك الفيرما، دونك كان خاصهم دري صغير وصحيح. وسيرتو الا كانوا يقدروا يديروا فيه الثقة باش يقابل لهم ديك الفيرما، ومن طبيعة الحال يقابلهم حتى هما. وليت انا مثابة داك الولد اللي تمناو يولدوه فاش كانوا صغار، لا ما قدروش. ملي وصلنا لداك الفيلاج سان ايبر، كان واحد الفيلاج صغير فايت شي 45 دار. هادشي اللي فيه. الناس كاملين اللي عايشين تماك كيعرفوا بعضياتهم. والساكنة ديال ديك الفيلاج كانت واحد الساكنة كبيرة في السن، كلشي فايت 60 عام ولا اكثر. من بعد ارتاحينا بسيمانة، غنبدا الخدمة مع كلود. غادي يشري شي 60 بقرة، وكان خاصني انا نتكلف بكلشي من طبيعة الحال، حنت كانت عنده 75 عام. ميمكنش نخليه يدير الخدمة كاملة. دونك النهار ديالي كيبدا مع 5 ديال الصباح وكيسالي مع 6 ديال العشية. كنوض كنعطي الماكلة للبقر وخاصهم يتحلبوا، باش من بعد كيجي الكاميو ديال البلدية كيدي الحليب. وسط النهار كيخصني نقطع الحطب للشوفاج. كانت واحد الشوميني هي اللي كتسخن الدار. هاد الخدمة هادي كنت كنديرها كلها بلا ما نتخلص، حيت داك الناس كانوا معتبريني بحال ولدهم. دونك مني كنبيع الحليب وكناخد الفلوس ما كيتحاسبوش معايا، كناخد اللي بغيت. حتى دوك الجيران والناس اللي ساكن في الفيلاج ولفوني بالزربة، محسبونيش انني غريب عليهم، حيت ما كان حتى شي اترونجي في داك الفيلاج. وحسيت من السيمانه الاولى انني واحد منهم. في الخرجه ديال الفيلاج كان واحد البوست ديال لي جوندار خدامين فيه 4 والشاف ديالهم. دوك الربعة كانوا ظريفين، كانوا تقريبا في نفس لاج ديالي، وكانوا كيجيو عندي الفيرما ويبقاو مجمعين معايا باش نضحكوا مجموعين. كنعاود لهم على المغرب، وكانت العلاقه ديالي بهم زوينه، ولكن الشاف ديالهم عمرني هضرت معاه، كيدوز من حدايا ما عمرو سلم عليا.
ومني كيدوز كيبقى يشوف فيا شي شوفات شبعانين شر وعنصرية. وعلى قبلو يخرجني من واحد الجنة الا كنت كنبني فيها ويدخلني لجهنم، واحد جهنم اللي ما عمري شفت بحالها. في الخريف ديال 1938 غادي تموت مرات كلود، إيزابيل. كانت كتجيها لاكريب كل عام، كل الخريف كتجيها صعيبة، وهاد المرة هادي جاتها قاصحة بزاف، ما قدرتش تقاومها وماتت من بعد 3 ايام. بقيت عايش غير انا وكلود في الفيرما، وليت انا كندير كلشي، حيت حتى هو الصحة ديالو تدهورات وما بقاش قادر يوقف. دونك هنا وليت مكلب الخدمة كلها. كلود كان كيكني بزاف، والطبيب كان كيقول ليه ما خاصكش تبقى تكمي حيت كبرتي في الهاج، واش تقدر تموت في اي لحظة. كانوا ديما كيجيو ليك خيز، ما كيبقاش قادر يتنفس. واحد النهار تسد عليه الحال، عيطت على الطبيب وبقيت كنتسناه في الخرج. يلا غنوصلو للباب غيعيط عليا كلود، يقول لي بغيت ندوي معاك. نقرب عنده ونقول لي غدا خصنا نمشيو تسني شي وراق. في الاول ما فهمت والو، هو يقول لي هاد الفيرما غتولي ديالك، حيت انا قال لي الطبيب ما بقى ليا والو، عندي كونسير في الرئه. وقال لي انا ما عندي حتى شي واحد اللي غيورثني، ولا مت هادشي كامل يمشي للدولة، من الاحسن تاخدو انت. داز مورا 6 شهور من بعد هاد الهضره هادي غيتوفى كلود، وندفنوه حدا ايزابيل مرتو. في واحد المقبره جات شويه خارجه على الفيلاج. مني وليت عايش بوحدي في ديك الفيرما حتى شي حاجه ما تغيرات. كنوض ديما مع 5 ديال الصباح، وكندير نفس الخدمه اللي كنت كندير فاش كانوا مازال عايشين. مني كبرت واحد شويه المشروع، جبت واحد السيد يعاونني، كان كيعطي الماكله للبقر ويخرج الحليب للكاميو. وحتى انا كان عندي بزاف ديال الحوايج كان خاصني نفكر فيهم داك العام. داك العام كان احسن عام في حياتي، لي زافير كانوا خدامين مزيان، الناس كيبغيوني في داك الفيلاج. سيرتو من تعرفت على واحد البنت كانت عاجباني بزاف وكنت كنبغيها، وحتى هي كانت كتبغيني. هنا غنساليو الجزء ديالنا الاول، ولا كان التفاعل ونكملو الجزء الثاني.